الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجمعية الوطنية للصحة عفوا، المنظومة تحت اللواء العام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وأيضا أننا أول شيء يتم إشراك جميع العاملين بقطاع الصحة في إعداد مراسم اللي كتنظم. طبعا في اطار التفاعل الايجابي ككاتب وطني للجامعه الوطنيه للصحه المنضويه تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فتحت الفرصه اساسا بعد انتخاب الاخ نعم ميارة ككاتب عام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب على انني نجي والفرصه لهنا الاخوان والاخوات اللي هما في اقليم السماره من اجل انهم تشكيل المكتب، استعداد لتشكيل المكتب الجهوي للجامعه الوطنيه للصحه اللي غادي يكون ان شاء الله في الايام المقبله. وطبعا كان لابد اننا نناقش مجموعه من القضايا المتعلقه بقطاع الصحه، اللي متعلقه كذلك بنساء ورجال الصحه بمختلف اصنافهم في هذا القطاع، وطبعا الملاحظات عند الاخوان والتساؤلات كان لابد اننا نجاوبوا عليها قدر الممكن فيما يتعلق بهذه المنظومه، وايضا فيما يتعلق بالخطوات المقبله النضاليه اذا صح التعبير بعد الاستشاره ديال المكتب الوطني لم يتم تنفيذ الوعود التي جاءت من طرف قطاع الصحه مؤخرا، واللي حنا كننتظروا الاجوبه ديالها من السلطات الماليه وسلطات الصحه بصفه خاصه. لا تنسوا الالتحاق بنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر العناوين التاليه.